اهلا بحضراتكم. النهارده هنتكلم عن الكولاجين اندكشن ثيرابي او العلاج المحفز للكولاجين، وهو تيرم وتكنولوجي اطلقت منذ عده سنوات مع ظهور الديرمابين والديرما رولر. الفكره ورا الديرمابين والديرما رولر ان بيتم وخز الجلد بعدد من الابر الدقيقه الرفيعه اللي طولها ما بيتجاوزش 2 ل 3 ملم بطريقه معينه، والهدف من ده اني اكرييت زي جروح بسيطه جدا، بس في نفس الوقت دي بتحفز الجلد انه ينمي نفسه وانه يقدر يستغل كل قدراته على الالتئام، يقدر يريليس ويطلع كل عوامل النمو الغنيه اللي موجوده في الجسم علشان نقدر نستفيد بيها. ومن هنا نقدر نستخدم الديرمابين او الديرما رولر على الجلد، جلد الوجه، لزياده نضاره البشره، لتحفيز انتاج الكولاجين، لتاخير ظهور عوامل تقدم السن على البشره، وكذلك علشان نقدر ندخل بعض الادويه انه ما تقدرش توصل للطبقات العميقه من الجلد بسهوله اكتر. ده مش لجلد الوجه بس، ممكن لجلد اي منطقه للجسم، علشان الجلد يبقى اكثر نضاره، اكثر شبابا ومشدود بشكل احسن. كمان ممكن يستخدم لفروه الراس لتحفيز نمو الشعر، اضافه لانه هيسهل دخول ادويه كتير جدا بتعاق ان هي توصل للطبقات العميقه من الجلد اللي فيها جذور الشعر نتيجه كبر حجم جزيئات هذا الدواء. الاستفادات كتير جدا من الديرمابين والديرما رولر، بس الديرمابين بتستخدم بشكل اكثر احترافيه في العيادات عند الاطباء المتخصصين. الديرما رولر بعضها ممكن يستخدم في البيت لكن تحت اشراف ونصح الطبيب المختص.